متابعي قناة أبجد، مرحبا بكم إلى درس جديد، هو درس لغوي. الأمر يتعلق بدرس النعت، سندرسه من خلال هذه الجمل المبينة في الجدول، ومن خلال هذه الخطوط التوضيحية وبعض النماذج الإعرابية تاليا إن شاء الله. قبل هذا وذاك أدعوكم إلى الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، إلى تفعيل جرس الإشعارات للتوصل بجديد الدروس، إلى الإعجاب والتعليق على هذا الفيديو عرفانا منكم بما تقدمه قناتكم قناة أبجد. إذن على بركة الله نبدأ بدراسة الجدول. قطفت وردة عطرة. إذن هذه الجملة تتضمن نعتا ومنعوتا، فالوردة هي المنعوت، نعتناها يعني وصفناها بالعطرة. إذن من الركائز الأساسية في جملة النعت عندنا المنعوت وعندنا النعت، تالي فتعريفه هو تابع ومن التوابع. النعت من التوابع يعني يتبع، يبين صفة من صفات المنعوت. إذن هذه الوردة قد تكون صغيرة، قد تكون كبيرة، قد تكون عطرة، قد تكون جميلة، قد تكون زكية، لكن اخترنا نعت عطرة لنبين صفة هذه الوردة من باقي الصفات الأخرى. في الخانة التالية نحدد النوع، وللنعت نوعان، عندنا الحقيقي وعندنا السببي. بالنسبة لي هنا فالنعت حقيقي. لماذا؟ لأنه مرتبط مباشرة بالمنعوت، مرتبط مباشرة بالمنعوت، هو نعت مفرد حقيقي. وقد تبع المنعوت في التأنيث، أن المنعوت مؤنث والنعت مؤنث. في الإفراد وردة مفرد، عطرة مفرد. في التنكير وردة كلمة نكرة ليست معرفة، وكلمة عطرة نكرة غير معرفة. وفي الإعراب عندنا وردة منصوب وعطرة منصوب كذلك. وبالتالي فأقسام النعت قلنا حقيقي هو الذي يبين إحدى صفات الاسم الذي قبله. النعت الحقيقي يبين صفات الاسم الذي قبله كلمة وردة، ويتبعه في الإعراب وفي الجنس، يعني هو مذكر مؤنث، وفي العدد مفرد مثنى جمع، وفي التعريف والتنكير هل هو معرفة أم نكرة. إذن هذه الجملة هذه التي درسنا الآن تعطينا فكرة شاملة عن النعت. باقي الجمل سندرسها للفهم أكثر. شجعت التلميذتين التلميذين المجدين. المنعوت تلميذين، النعت المجدين وهو نعت مفرد حقيقي، وقد تبع المنعوت في التذكير، التثنية، التعريف والإعراب، وقد شرحنا هذه الأمور كلها. زرت البادية الجميلة جوها. انتبهوا هنا، زرت البادية الجميلة جوها. إذن عندنا كلمة البادية، البادية هي المنعوت، وعندنا الجميلة والنعت، وهو نعت سببي، نعت سببي مفرد سببي، وقد تبع المنعوت في التعريف. إذن عندنا البادية معرف، الجميل معرف، وفي الإعراب بادية الجميلة. وهنا قلنا نعت سببي لأن النعت في الحقيقة، النعت كلمة جميل هو واقع على الجو وليس على البادية مباشرة، يعني على عنصر من عناصر البادية. البادية فيها المناظر، فيها الجو، فيها الهواء، فيها مناظر طبيعية، لكن النعت هنا ارتبط بالجو، بجزء من البادية. زرت البادية الجميلة جوها. لهذا سمي نعت سببي لأنه مرتبط بجزء من المنعوت، وفي تعريفه يبين إحدى صفات الاسم الذي بعده، الاسم الذي بعده يعني يرتبط بالاسم الذي بعده. وهذا الاسم نفسه هو مرتبط بالمنعوت، الجو هو جو البادية، ويتبعه في إعرابه وتعريفه وتنكيره.
ويتبعه ما بعده في تذكيره وتأنيثه ويأتي مفردا. قابلت تلميذات كريما آباؤهن. إذا عندنا تلميذات النعت أو المنعوت، تلميذات النعت كريما نعت سببي مفرد تبعه في التنكير والإعراب فقط. زرت مدينة شوارعها مكتظة أو مكتظة منعوت مدينة، والنعت شوارعها مكتظة وهو نعت جملة ليس مفرد، نعت حقيقي. طربت بقصيدة تأسر السامعة. المنعوت قصيدة، والنعت تأسر السامعة يعني تأخذ عقله، وهو نعت حقيقي عبارة عن جملة. عندنا جملة فعلية وفي الأولى جملة اسمية تبعه في الإعراب. إذا الخطاطة عندنا النعت التعريف تابع يبين صفات من صفات المنعوت، وينقسم إلى قسمين: حقيقي وهو الذي يبين إحدى صفات الاسم الذي قبله، منعوت ويتبع منعوته في إعرابه وجنسه وعدده وتعريفه وتنكيره. أما السببي فيبين إحدى صفات الاسم الذي بعده متعلق بالمنعوت ويتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره، ويتبع ما بعده في تذكيره وتأنيثه، ويأتي دائما مفردا. إذا التطبيقات، هذه تطبيقات لاختبار الفهم. عندنا جدول به مجموعة من الجمل: هذا طفل حسنة أخلاقه، أبدع أحمد قصيدة رائعة، صاحب فتى همته عالية. المطلوب تحديد المنعوت والنعت وبيان نوعه من حيث هل هو حقيقي أم سببي، ومن حيث الإفراد والجمع هل النعت مفرد أم جملة، وفيما تبع أو تبع النعت المنعوت. ثم عندنا تمرين آخر: أنشئ جملا تتضمن نعتا وفق المطلوب. نعت حقيقي مفرد، نعت حقيقي جملة، نعت سببي ثم نعت سببي. عندنا نماذج إعرابية. إذا لن أقرأ كل هذه النماذج، أكتفي ببعضها فقط. عندنا مثلا قطفت الوردة العطرة. قطفت فعل وفاعل، تاء المتحركة هي فاعل، ثم عندنا الوردة مفعول به منصوب، والعطرة نعت حقيقي تابع لمنعوته النعت. الزهر عفوا علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. ثم عندنا هذه الجملة: التقيت في المعرض بكاتب شهير، هذا هو إعرابها. ثم عندنا جملة أخرى: قرأت قصة كانت أحداثها شيقة، كانت أحداثها شيقة. ثم عندنا جملة: زاروا البادية الجميل جوها، إذن هذا نعت سببي، نعت سببي. ثم عندنا جملة: تنزهن في حفل بديعة مناظره، كذلك عندنا هنا نعت سببي في هذه الجملة. يمكن أن نقرأ الإعراب التفصيلي كما هو وارد. ثم عندنا هذه مدينة شوارعها مكتظة. لا أريد أن أطيل في الفيديو، بالتالي يمكنكم أن تطلعوا على هذه النماذج الإعرابية كاملة وتتدربوا عليها. كان هذا هو درس النعت. نلتقي في درس آخر إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ودوام الصحة والعافية.